مظلل يعني وش سببها وش هذا هو مرة من المرات يقول انه كان يتمشى في السوق مثل ما تقول، ووقف سيارته ووقف فيها كالبرحة، فيها سيارات قدام مثل ما تقول سوق محل مجمع أسواق أو مجمع فيه أسواق من كل شكل. فوقف سيارته هو، ويوم راح للسوق وجاء راجع يبي يركب السيارة، ولا والله إن هاك الجنس اللي تقول محول مع درجة ذا شكله مطمن، ولا له لونين، له بأسود ولا هو بحمر، ما تعرف شلون لونه، وقزازه مظلل كله. أنا بعيد السالفة باختصار، ولا داري إني جد سولفت بها عليكم، لكن بس عشان أبين بعد وصفه للسيارة هذه وشلون. ف يوم انه دار طالع، ولا يوم جازت له سحبة الكبوت على القزازة على الاسطبات الخمسة اللي فوق، لأنه يشوفه مع الجنب، هو العصر ساطع فيه النور، الشمس ساطعة فيه، وهو مثل ما تقول يشوفه من جهة الشرق. ويوم جازت له الكفرات جنوطها كروم، والكفرات وادف زرعها سنة عويدات شعيرية، الموتر جديد يمكنها 2005 أو 2004 ما أدري والله، الحاصل إنه من هالنوع، والقزاز مظلل. جاز له الموتر، قال الله هذا هو عاد راعي بخص في السيارات، يمكن سبق انه زاد اشتغل في ارامكو ما ادري والله الله اعلم، لكن يعرف والكم وبعض الكلمات الانجليزيه اللي يعني دائما تستعمل، وهوريو وما ادري شو من هالنوع. ف جاز له الموتر، قام يناظره، حط يده على الباب الوراني، ناظر تحت، راح من هناك من بعيد ناظر قفل الموتر ودفرنسه وكل شيء، كفراته اليوم قالها هذا الموتر هذا مقلط يمشي، ما هو هذا اللي ما عنده من الموتر لا يهمك. الله الله. ف بس ان القزاز مظلل. يقول يوم فشوي يوم جاء الولد، ولد مربرب، الولد نعم متعافي، معه سيستن زرقاء باغة فيها كراريس ودفاتر ابو 20 ومساطر وقلام. قام فتح الباب وجدعهن على المرتبة وراح، ما مداه يعني يلحق عليه، هو يشوفه يوم انها قفا، عاد مثل ما تقول مثل اللي تأخر، فيبي يروح يشغل سيارته يمشي. فقال له عقله يا ولد، أنت حين ناظرت السيارة وشفت كفراتها وشفت وجازت لك وتقول هذا الموتر، وعز الله أنه مقلط يمشي وهذا موتر العائلة، لكن بقى الجير ما شفت الجير، ناظر الجير هو في الدركسون ولا عادي؟ لازم تشوف الجير. يقولها على روحه، كان القزاز مظلل فما يقدر يشوف الجير إلا كود يجي يحط يديه كذا. فجاء فعلا حط يديه من يم القزاز اللي عند الباب القدامي، يوم طالع ولا والله عين حميده وشلون، ولا في الموتر ذا 3 بنات جدعات كل واحدة سنها نجفة. المهم انهن فيها المرتبة، يمكن هذا اخوهن راح يجيب لهن مقاضي ولا شيء. هو عاد الرجال نظيف وعفيف ونزيه، ولا هو بلم هالامور ابدا، رجال راعي طاعة بن حلال جودي، بس عاد طاح في هالشيء هذا وش يسوي. ويوم طلع ناظر ولا والله يشوف، ولا على آخر مراحل الدلع، حتى معهم يعني سندوتش يمكن جايب لهم من الأكلات السريعة ولا ذا، سندوتش مدري سامة توست، تعض عضتين وتجدع الباقي، والعصير ملون والمصاص ملون، الأمور هذه تعرفون تخبر. المهم يوم شافهم هم شافوا وقالوا وش اللي ناظر عند الموتر وش ساعد. استحى الرجال، طبعا عرف الجير وينه فيه ورجع لسيارته يبي يمشي، سيارته هذه جنبهم واقفة. فيوم شافوه يبي يمشي ما عندهم أحد من البنات، قاموا ياخذي واحدة من الكراريس واحدة من البنات وكتبي في قفاها مثل ما تقول هوريو، ولصقيها في القزازة. يوم شافها عرف أن المسألة فيها شيء من المغازل، عاد شغل سيارته وراح الرجال، ما هو بلمهم، راح في حال سبيله. لكن وهو في السيارة يسوق بيروح للبيت، تمثل بالأبيات فيه ويقول يا هيه يا أهل السبرمان المظلي، شكلين لا بسود ولا بأحمر اللون، شكله رهيب وموقفه مستقلي، متخيرينه من يجي 500,000 يوم جو يشرونه، مذبح مثل خرب وقف مستذلي، جوه القنوص وطالع الصقر بعيون، ينزل إلى طقة تراخي وذلي، والموت من سفش قرى الريش مضمون، عبارتين وكامل الوصف فلي، شد الخواجة والكفرات بالون، متانته يعني عرض الكفرات، متانته بالكاندس 8 ملي، والحجم 900 من النوع نشلون،
حجم المكينة زايد ومتعلي 400 زايد 54. غير الثلاث تروس والراب علي مفهوم غير في يمين الدرقسون. ما طز بالهوبات رمان بلي ولا هربت صوفه ولا صوت بنيون. وقفت طالع منظره جاي زلي وضحكت في حال وفي حال مغبون. وثريش قال وثر الضبة من داخله ينظر لي أنا تفرج والعذارى يشوفون. تباينوا بكفوفهم مكتبلي هواري ودو كتبهم يوم يقرون. وأقول يا سيد الضبة وضح لي هواري وهو وش تقولون. قالوا وراك الكتبنا ما تحلي نرطن رطينه ما نباهم يعرفون. وأقول يا سيد الضبة ما حصل لي شهادتك عليا وأنا كتبي يدون. خلى الكتابه بالعيون نرمز لي والله علم عن منطقة الأعين الخون. عينك ترمز لي وعيني تحلي ما فيه داعي هرجنا رمز بعيون. بالله يا سيد الرعابيب قل لي وين البلاد اللي بها أهلك يحلون. تفضلا يا شاطرة توصف لي الحي والشارع ورقم التلفون حتى الوصفة يا حبايب ندلي نمركم يا زين ولا تمرون. هذه القصيدة اللي هو قالها. طبعا الشاعر هايف النعيمة مطيري الله يذكره بالخير من أبرز شعراء مطير ومن الشخص ورجل ترى ما هو بيوم هالأمور رجال يعني فيه طاعة وفيه خير وفيه نزاهة ولا لكن تعرفون الشاعر دائما يعني في قصيدة الغزل وفي وصف المبالغة اللي فيها. هو ما قال القصيدة اللي عقب ما راح ولا يدري وشو من عرب ولا يدري وشو بس عاد جازت له يمكن القافية ويمكنه بدأ في مشدها وكملها على هالموجب الله يذكره بالخير. والحقيقة يعني هذه من أبرز القصائد اللي أنا يعني اللي جاز لي. له قصائد غيرها لكن ربما إن شاء الله في حلقات أخرى أسمعكم إياها. والمعذرة عن الإطالة أو إنسان يخطيت بشيء من الرواية. وإلى اللقاء. قضى نظم